المفتاح كان في حاجه كده، ايا كانت الطريقه اللي الست تلفه بيها كان دايما لوحده يشاور على حلق الباب. ليزا شكت ان في حاجه مستخبيه جوه، فمسحت حلق الباب بالصنفره، وبالفعل ظهر قدامهم مكان مفتاح. طلبت من جوزها يجرب المفتاح. اول ما لفه ليزا اندهشت لما شافت دراعه كانه عدم الباب مش باين. الراجل اتشد للموضوع وحب يعدي هو كمان من الحاجز اللي في الهوا، بس ليزا خافت واقترحت يجربه الاول بكوره تنس. رمى الكوره لقدام، واول ما لمست باب الهوا ما بقتش موجوده خالص. وهما بيتكلموا راحت فين، فجاه رجعت طايره بسرعه رهيبه وكانت هتخبطهم الاثنين. ليزا بسرعه سحبت المفتاح، بس ده زود فضول جوزها اكتر. تجاهل اعتراضها وكان مصر يعرف ايه اللي ورا الحيط والهوا، وعدها انه هيرجع خلال 5 دقايق. وهي شايفاه بيختفي قدام عينيها، قلبها خاف وفضلت مركزه نظرها على الحاجز. نص ساعه عدت وما رجعش. فجاه سمعت صوت وافتكرت انه هو. نادت باسمه بس مفيش رد. ما قدرتش تستنى اكتر من كده. ليزا لمت شجاعتها وقربت من باب الهوا وميلت نص جسمها لجوه. في اللحظه اللي بعدها اكتشفت ان اللي على الناحيه التانيه واحده شبهها بالظبط. الاتنين اتخضوا من شكل بعض. ليزا بالغلط سحبت المفتاح، بس اول ما افتكرت جوزها رجعته مكانه فورا. عدى 6 شهور وجوزها لسه ما رجعش. ليزا كانت عايشه كل يوم في وحده وخوف علشان تدي لابنها اسره كامله. طلعت المفتاح تاني ومسكت سكينه ودخلت المكان اللي على الناحيه التانيه. كل حاجه هناك كانت مطابقه لبيتها، وفي المطبخ ليزا لقت النسخه التانيه منها.